هو ربنا ممكن يتكلم عن الذباب والعنكبوت؟ طب ازاي؟ تشبيه مهم جدا ومثل جديد وآية جديدة من سورة البقرة هنعرف قصتها وسبب نزولها ايه، ودي الحلقة الثالثة من حلقات سورة البقرة. استكمالا للتشبيهات والأمثال في الحلقة اللي فاتت، هنكمل النهاردة بمثل مهم جدا وتشبيه جميل لازم نقف عنده شوية. وزي ما قلت لكم قبل كده ان التشبيهات في القرآن والأمثال مهمة جدا ان احنا نقف عندها، زي كده نقدت غزلها لو فاكرين، وزي صفوان وجنة بربوة، كانت كلها تشبيهات مهمة لازم نقف عندها. لدرجة اني قريت ان المفسرين بيقولوا عن الأمثال في القرآن انها علم بحاله كده، استنادا للآية 43 في سورة العنكبوت: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فمتخيلين الأهمية؟ وبعد الصالحين كان بيقول زمان: إني إذا قرأت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي، يعني عيطت على نفسي عشان مش فاهمه. متخيلين بقى أهمية الأمثال إن احنا نفهمها ونستوعبها كويس؟ وهنتكلم النهاردة عن الآية 26 اللي كان المثل فيها بالذباب. فالآية 26 نزلت رد على المشركين اللي أنكروا إن القرآن من عند ربنا سبحانه وتعالى وإن ده كلامه، وكانوا مستغربين قوي إزاي ربنا سبحانه وتعالى يضرب بالمثل المائي والمثل الناري اللي اتكلمنا عنهم المرة اللي فاتت، وإن ربنا أعلى من إنه يضرب الأمثال دي. فنزلت الآية رد عليهم، وده رأي ابن جرير. فربنا سبحانه وتعالى رد عليهم إنه لا يستحي ولا يمتنع إنه يضرب المثل بالذباب، الدبان الصغير اللي مش عاجبكم ده، ولا حتى إنه يضرب المثل باللي أقل منها فما فوقها. العرب زمان كانوا بيستعملوا فما فوقها يعني من معنى الأقل أو الدون، زي كده كلمة وكان وراءهم ملك في سورة الكهف. وراءهم يعني كان أمامهم ملك، يعني كانوا هيقابلوا ملك. فتكون معنى الآية إن الحياء مش هيكون مانع لربنا سبحانه وتعالى عز وجل طبعا إنه يضرب المثل ده أو الأمثلة دي، ما دام الأمثلة دي هتدل على وحدانيته وقدرته العظيمة سبحانه وتعالى وحده. وبيقول ابن عباس رضي الله عنه إن ضرب المثل بالذباب ده زي قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحج في الآية 73 لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر آلهة المشركين، الأصنام اللي كانوا بيعبدوها من غيره، وضرب لهم المثل وقال لهم اسمعوا، وقال لهم ان الاصنام دي لو اتجمعت كلها عشان تحاول تخلق الذباب الصغير ده مش هيقدروا ابدا، والذباب ده هو احقر واصغر المخلوقات. ولو الذباب ده خطف من الاصنام اي حاجه من الاكل اللي كان بيتحط لها كقرابين، مش هتقدر ابدا الاصنام دي تحاول تسترجع اللي اخده الذباب ده منها. ضعف الطالب الاصنام والمطلوب اللي هو الذباب. وفي تفسير تاني بيقول